السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكل محبي قناة مع الخبر. إن شاء الله اليوم غادي نديرو قراءة سريعة على الملف الكامل والنهائي اللي تقدم به المغرب وهي تنظيم كأس العالم 2030 مناصفة مع إسبانيا والبرتغال. هذا الملف اللي كيحتوي على معلومات كبيرة وكثيرة تهم الملاعب، البنية التحتية، وسائل المواصلات ووسائل الترفيه إلى آخره. نبداو دابا حاليا بالملاعب، ومن بعد ان شاء الله نطرقوا النقاط الاخرى. الملعب الاول اللي كتشوفوا في الصوره هو الملعب الكبير باكادير، اللي الشكل ديالو كنشوف انه مع التسقيف والتعديل الداخلي للمدرجات غادي يصبح ملعب جميل يليق بفريق بحجم الحسنيه. الا ان التعديلات في محيط الملعب كنشوف انها مازال خاصها شي شويه د الخدمه. مدرجات الملعب كما كتشوفوا غادي ياخذوا شكل مستطيل، يعني غادي يكون هدم لجزء كبير من المدرجات باش يردوه من شكل بيضاوي الى شكل مستطيل. الا ان الشكل الخرساني الخارجي ما غاديش يتقاس، والتسقيف غادي يكون متناسق معاه وغادي يعطي جماليه للملعب. والتنقيط النهائي والشخصي للملعب نقد نعطيه 7/10. شنو الرأي ديالكم؟ خليونا في كومونتير. دوزوا الإخوان للملعب الأسطوري، هو ملعب الكبير الحسن الثاني ببن سليمان، أكبر ملعب في العالم ومن بين الأجمل بكل تأكيد. للغطاء ديالو ما غاديش يقتصر فقط على الملعب، ولكن حتى المرافق الخارجية. السعة ديالو غادي تكون 115,000 متفرج، والمساحة 100 هكتار. تخيلوا الإخوان، صرح ضخم نتمناو يخدم الناس المنطقة ويزيد من منطقة بن سليمان ومدينة بن سليمان إلى الأمام. التنقيط ديالي على التصميم واللي كنعتبره من الأجمل، نعطيه تنقيط نتاع 10/10. شنو هو التنقيط ديالكم الإخوان لهذا الملعب؟ ندوزو للملعب الموالي، ملعب فاس، ملعب ذو سقف جميل وحديث. عطانا الملعب رونق خاص، خصوصا أنه غادي يكون بزخاريف كتمثل الحرفيين الفاسيين في الجنبات ديال السقف، وهذا الشيء اللي مذكور في التعريف نتاع الملف لهذا الملعب. غادي يكون واحد الملحق نتاع الملعب اللي غادي يقدم خدمات إضافية للملعب من غرف ضيافة وأكل وترفيه. الملعب غادي ينتقل من سعة نتاع 35,000 متفرج إلى 55,000 متفرج مع إزالة مضمار ألعاب القوى. التنقيط ديالي للملعب نقد نقول هو 7/10، لأنه كنشوف أن داخل الملعب كان خاصو مازال شوية د الخدمة، خصوصا أن المدرجات غادي يجيو بعاد شوية كما كتشوفوا في الصورة. نمروا الإخوان لملعب مراكش اللي غادي يعرف إزالة مضمار ألعاب القوى وتقريب المدرجات إلى أرضية الملعب ب6 أمتار مع تغطية كاملة للملعب. الأشغال ستنتهي كما ذكر في التقرير عام 2028. سيتم كذلك التخلص من العيب الكائن في الأساسات الخرسانية الكبيرة الموجودة في جنبات الملعب، والتي كانت تعمل كذلك كحاملات للسقف وتستعمل في النقل التلفازي. سيتم إدماجها بطريقة ذكية مع المدرجات لتعطي راحة أكثر للمتفرج ولمتعة المشاهدة بشكل عام. الملعب صراحة التنقيط ديالي غادي يجيب 8/10 تنقيط شخصي. خليونا التنقيط ديالكم الإخوان لجميع الملاعب، شكون اللي عجبكم فيها وشكون اللي ما عجبكمش. أما بخصوص ملعب الرباط فالشكل ديالو يوحي على أنه شكل لملعب في المستقبل أو ملعب مستقبلي، وهو ما يوضحه شكل السقف الذي أعطاه شكل رائع، هو والتوأم ديالو الملعب الأولمبي، والذي سيزيد محيط الملعب جمال. الملعب سيكون بسعة 68,700. المفاجئ أن الملعب سيكون بشرفة بانورامية جهة المنصة، يعني غادي تكون شرفة بانورامية في المدرجات، في آخر المدرجات جهة المنصة، واللي غادي تعطي صراحة رؤية وجمالية للملعب. كذلك الملعب سيكون جاهز لاحتضان افتتاح كأس إفريقيا 2025 كما ذكر في التقرير، وكذلك نهائي المسابقة. تنقيطين الملعب سيكون 9.5/10، وهو الأجمل بكل تأكيد، ورفقة ملعب الحسن الثاني ببن سليمان.
نستمر الإخوان، وهذه المرة بملعب طنجة الكبير الذي سيكون بسعة 75,600. سيكون جاهزا هو كذلك في العام القادم. تمت إزالة المضمار وتقريب المدرجات ب8 أمتار، كما تتم إضافة شرفتان مطلة على الملعب بشكل جميل. صراحة هذوك الشرفتان غادي يعطيو جمالية للملعب، وغادي يخليوه حتى هو ينضم إلى الملاعب القليلة اللي عندها شرف بانورامية في آخر أو في أعلى نقطة في الملعب. الشكل الخارجي والتسقيف سيضفي رونق وجمال على الشكل العام للملعب. المدرجات غادي يكون هنالك بعض المؤاخذات عليها، ولكن الشكل الخارجي هو شكل جميل وجذاب. الملعب كتنقيط شخصي غادي نعطيه 7.5/10. هادشي اللي كاين الإخوان فيما يخص ملاعب اللي تقدم بها المغرب. لنا إن شاء الله عودة مع البنية التحتية من المواصلات ووسائل الترفيه اللي غادي تكون في كل مدينة إن شاء الله بلي ديتاي. خلونا لايك الإخوان، بارطاجي الفيديو مع الأصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.